محادثة واتساب تحولت إلى ترند سعودي وغيرت السوشيال ميديا بشكل كامل، وأصبح الشعب السعودي يستخدم صورة السيفين والنخلة كخلفية في حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم من بعضهم له 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات ما غير خلفيته، لكن غيرها اليوم وراح أعلمكم السبب. السبب هو محادثة واتساب بين سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال. ومن بعد ما شاف الشعب السعودي هذه المحادثة غيروا حساباتهم إلى السيفين والنخلة. الأمير تركي بن طلال في أحد ورش العمل كان يستعرض محادثة بينه وبين سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذه هي المحادثة أمامكم. الأمير تركي أرسل لولي العهد تصميم خاص بمطار أبها الجديد لسمو سيدي ولي العهد على الواتساب، ورد عليه الأمير محمد بن سلمان يقول فيها فوستر عظيم وهذا المطار يليق بأبها. رد عليه الأمير تركي نعتمده طال عمرك، وجاه الرد من ولي العهد مناسب، وهذا يدل على العمل الشاق والاهتمام الكبير من سمو سيدي ولي العهد والقيادة الرشيدة والاهتمام بكل التفاصيل. وأنا ما ألوم سمو سيدي ولي العهد يوم يقول عن التصميم عظيم، ترى تصميم المطار الجديد لأبها خيالي تاريخي خرافي صراحة. التصميم وكأنك في قرى منطقة عسير، وكأنك في رجال المع أو المناطق التاريخية في أبها، كأنك تتجول وسط المباني القديمة من مئات السنين. شوفوا الفيديو التخيلي كيف رائع جدا، وحول مطار أبها إلى تحفة فنية وعمل إبداعي تاريخي. طيب لو تسألني ليش يا خالد الشعب السعودي يحول صورة العرض أو الخلفية إلى السيفين والنخلة في كل مواقع التواصل الاجتماعي، أنا راح أقول لكم الآن ليش. لأن الشعب السعودي عنده حب عظيم لوطنه وحب عظيم للقيادة، وفيه ترابط كبير بين الشعب والقيادة، لأن القيادة في المملكة تقدر وتهتم بكل ما يخص الشعب السعودي من خدمات، من مشاريع، من تطوير، من تنمية، من ما راح أخلص صراحة. شيء لازم يعرفه الجميع، ممكن اللي من خارج المملكة ما يشعر بهذا الشيء، لكن اللي في المملكة وأبناء المملكة والمقيمين فيها يعرفون حجم الترابط الكبير بين القيادة والشعب، بين حكام المملكة وبين شعبهم، بين ملكنا ووالدنا جميعا وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقائدنا الملهم وعراب رؤيتنا، وبين الشعب السعودي الوفي العظيم. وإذا جينا نقول القيادة تقدر الشعب ما هو كلام، اي نعم قيادة المملكة تقدرنا وتقدر شعبها الوفي العظيم، وفي كل مناسبة يذكر الشعب من حكام المملكة، وآخرها ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان يوم قال شعب طويق، ووصفه الأمير محمد بن سلمان بوصف عظيم جدا. عندنا جبل يضرب به المثل اسمه جبل طويق، لن تنكسر همة الشعب السعودي إلا إذا تساوى جبل طويق بالأرض، وهذا شيء مستحيل. ودائما يردد الأمير محمد بن سلمان أنا أستمد القوة والطاقة من الشعب السعودي. الشعب السعودي شعب لا يخاف، شعب إذا وضع أمامه هدف سيحققه بإذن الله. طيب يا خالد، هل القيادة فقط تتكلم عن الشعب؟ القيادة تفعل وتقدم للشعب من سابق الزمان وإلى يومنا هذا، من خدمات، من تطوير مستمر، من عمل دؤوب. اليوم يوم نشوف محادثة بين سمو سيدي ولي العهد وأمير منطقة عسير يقول فيها عن المطار هذا مطار يليق بأبها، وش دليله؟ دليله أنه حريص على أنه يقدم أفضل الخدمات لشعبه بكل حرص وبكل متابعة وبكل دقة. لما ولي العهد يتابع مطار سينفذ في مدينة أبها من لحظة التصميم، قائد ملهم وشعبه وفي، ولن يستطيع الشخص اللي من خارج المملكة أنه يتخيل كيف القادة في المملكة يقدرون الشعب، ولن يستوعب أحد حجم محبة الشعب السعودي لهذه البلد وولاءه وانتماءه لهذه البلد وحبه الكبير وولاءه لقادة هذا الوطن المعطاء. وإذا جينا نتكلم عن السيفين والنخلة، السيفين والنخلة يضعها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اللحظة اللي يهتم فيها بشعبه. والسيفين والنخلة ترمز ليش؟ السيفين ترمز للقوة والشجاعة والمناعة والتضحية، أما النخلة فهي ترمز للخير والعطاء والنماء والرخاء. ويوم عرف الشعب السعودي أن سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان يضع هذه الخلفية في حسابه في الواتساب مباشرة، الكل غير إلى السيفين والنخلة محبة وولاء وتقديرا لهذا الرجل اللي يسعى يوم بعد يوم في أنه يطور هذه البلد، وبحرص ومتابعة شخصية من سمو سيدي ولي العهد. لما يطلع سمو سيدي ولي العهد ويقول لن أفارق الحياة حتى أرى الشرق الأوسط في مصاف دول العالم، ونشوفه يعمل داخليا وخارجيا، يعمل على المملكة وعلى أشقائها، يعمل ليل ونهار. لما يطلعوا رؤساء دول ويسألوه يقولوا له هل أنت تنام
هنا نعرف بأن العمل شاق والعمل دؤوب، وأن الكلام اللي يقوله سمو سيدي ولي العهد فعل. اليوم بدأنا نرى نتائج كبيرة وضخمة جدا من الأهداف اللي المفترض تحقق في 2030، فما بالك إذا وصلنا إلى 2030 كيف راح يكون الوضع؟ وأنا متأكد أن 2030 هي مجرد محطة وما بعدها أعظم بإذن الله. وتغيير الصورة والخلفية واللي حصل في السوشيال ميديا ما هو مجرد صورة وخلفية غيرناها، لا، هنا احنا نؤكد ونثبت دعمنا الكامل وولاءنا وانتماءنا لهذا البلد ولقادة هذا البلد، ونؤكد على حبنا الكبير لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونعيد ونقول سر بنا يا محمد وعزك يدوم، شعبك شعب طويق خلفك.